Now I would like to invite the 5th class master student Nasratullah to come here and speak for you. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولعنة الله على من أدعى النبوة بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. الآية. وقال تعالى أيضا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الآية. وقال الله تعالى أيضا: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد, respected President, Chief Guest, Honorable teaching staff, and my dear senior and junior Muslim brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today the topic of my speech: why the Muslims Ummah under the control of non-Muslims. Respected President, although every knowledge and technology of the world was firstly introduced by the Muslim scientists, in those days the Muslim ruled over the whole world